السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا؟ عايزه اكلمكم النهارده عن الكيس اللي انتوا شايفينه دوت. احنا لما بنروح اي محل كشري او اي محل مكرونه بنطلب كده عيش مقرمش بناكله، بيبقى جميل جدا. بيبقى عباره عن عيش شامي كده مقلي في الزيت، وبيحطوا مطرح، يعني بيقلوه مطرح البصل، الزيت بتاع البصل اللي بيعملوه للكشري، وبيحطوا عليه ملح وشويه توابل كده، فبيدي طعم جميل قوي. فكانوا بيحطوه في اطباق فل، فهم طوروا الموضوع وعملوه في اكياس بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. تمام. وده ظهر الكيس اهو ماشي. الكيس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده حلو كده، حلو. انا طبعا على طول بجيبه وبستمتع جدا بالاكل فيه. النهارده بقى جيت اكل، قعدت كلت وفي اخر الكيس لقيت اللي انا هوريهولكوا دوت. بصوا لقيت ايه؟ شايفين دي ايه؟ دي بقى دي جيلي كولا في وسط المقرمشات. يعني انا عماله اكل حاجه المفروض انها حادقه شويه، لقيت حاجه مسكره جت في بقي، لقيتها جيلي كولا. طب يعني يا جماعه، يعني انا مش فاهمه، يعني النوبه الجايه هنلاقي ايه بقى؟ ممكن نلاقي بقى بورس ولا سحليه ولا ايه؟ مش فاهمه. فانا حبيت بس اوريكم الشكل اللي انا لقيته، لان طبعا اللي يلاقي حاجه زي كده ممكن يلاقي حاجات تانية، يعني ده دليل ان في حاجه غلط. ماشي، ادي شكل الكيس اهو بطعم الملح والزعتر والكمون. تمام اهو. واجي من هنا اهو، سناكس توست بطعم الكمون والزعتر. ماشي. هو للامانه طعمه حلو جدا، وانا بصراحه كنت بجيبه على طول يعني وباكله مفيهوش اي حاجه، وبقول بالعكس ده كده انضف واشيك واحسن. تمام. ففوجئت بقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. فاللي هيلاقي دي ممكن بعد كده يلاقي حاجه تانية. يعني ده دليل ايه بقى؟ دليل ان في حاجه غلط. يعني ممكن بعد كده نلاقي مثلا يعني اي بقى حشرة او اي حاجة تانية. خلاصة الفيديو يا جماعة، اما تكونوا جايبين بقى اي حاجة معبأة في اي كيس كده، بدل ما تاكلوا كده عشوائي من الكيس على طول زي ما انا ما عملت، لا يستحسن انتوا تفضوها في طبق احسن عشان تشوفوا ايه اللي انتوا بتاكلوه. وخدوا بالكم من صحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.